اهلا بيكم في سلسله سليهم قبل ما يتسلوا عليكي الجزء الثالث. المره دي بقى دخل علينا الحر فجاه ولازم نلعبهم العاب فيها ميه، والالعاب اللي فيها ميه او فيها اي حاجه حسيه بتشغلهم لفتره طويله. فعشان كده جبت الحوض اللي هو بتاع القطط والحاجات دي، اي حاجه بلاستيك تنفع. مليناها شويه ميه. طبعا كل ما هنزود الميه استمتاعهم هيزيد جدا، بس للاسف الخسائر كمان بتزيد. المهم جبت الالاستكس دي اللي هي بتاعت التوك الاطفال اللي بتعمل بيها ضفاير الوان كتير بقى، وحطيناهم جوه الحوض اللي مليان ميه ده. بعد كده باي تويزر او اي مشبك او اي حاجه من حاجات المطبخ بدانا ننقي الالوان، وكل لون بنحطه في الطبق بتاعه. ده بيعلمهم ايه؟ بيخلي عضلات ايديهم تتدرب جدا جدا على الحركات الدقيقه، وبتعلمهم طبعا الالوان. ايديهم المقلبزه دي اللي كانت تتاكل وقت ما هما بيبيز لازم ندربها بالحركات دي والالعاب دي عشان تعلمهم بعد كده وتدربهم للكتابه. ممكن لو بيبيز بقى صغيرين شويه مثلا سنه او سنه ونص يستخدموا حاجات البحر عادي جدا ويطلعوا بيها الاساتك اللي جوه الحوض ويطلعوها ويتعلموا منها الالوان. بالرغم من بساطه اللعبه الا انها هتاخد منهم وقت طويل جدا مستمتعين، وعايزه اقولك هتترحمي من الزنه مع الحر ده، غير ان هم هيطلبوها منك بالاسم كل يوم. كل اللي انت محتاجاه بس ان انت تجمدي قلبك شويه وما تقعديش تفكري في الخسائر كتير، لانها كلها ميه عادي وهتنشف. انما هنا يروح